حريص على عندي تمرين عشان بخلص تمريني وبنسيب من عسكر في دبي. عندنا مباراه. نعم. حاولت وياه يكون يفطر وياه، قال لي انا بصير بفطر قدام وانا ماشي. الله يرد لك بالسلامه ان شاء الله. عموما ما زلنا متواصلين. من اراد مشاهدينا الكرام ان يعرف المكانه التي يحظى بها الحارس الامين في القلوب، فلا عليه سوى ان يسمع ويشاهد كما خرج من كلمات من الاهل والاقارب والاصدقاء. الحمد لله يوسف الحين بصحة مستقرة الحمد لله، واليوم الصبح اجروا له عمليتين في الكتف والفتش، الحمد لله الحين حالته مستقرة بس تحت تأثير البنجو. وين اصاباته بالضبط؟ سووا له عمليتين اليوم؟ الكتف والفتش. عمليتين. هو بخير الحين؟ الحمد لله مستقرة حالته. بعد ما يوم البنج. تحت البنج بعده، وان شاء الله يوم باكر بيفيقوا تدريجي. ما بيفيقوا مرة واحدة عشان تأثير الإصابات والكدمات، يبي يطمن عليه. خبرنا عن شعور العائلة يوم استقبلوا الخبر. والله يوسف محبوب عند العائلة كلها، يعني ما خبر خلى مو بلهل الربع اخوانا. انت لو تشوفني ما شاء الله يعني ربع من كل مكان، يعني محبوب قضاء وقدر. الله يقوم لنا اياه بسلامه ان شاء الله. والله الجميع ما قصروا، من شيوخ، من مدربين، من اداره، من ربع، من فريق، الكل جاء وازرنا وقعدوا معانا دين الساعه 4 الفجر، واللي قاعد الساعه 5 ما قصروا، ويعطيهم الف عافيه وجزاهم الله خير. اللي عرفناه ان تم نقله من مستشفى الذيد بوسط طائره عموديه برافقه الشيخ وياه. اي نعم، كان معنا الشيخ وما قصر وطلب لنا الطائره، وعلى طول طمنا عليه في الذيد، فقالوا ما في مانع، ونقلنا على طول ما قصر الشيخ، وركب معاه في الطياره ووصل معي لين هني، والحمد لله طمنا عليه اكثر. بداية نقول لك تشكلك سلامة ربيعك يوسف، ومثل ما عرفنا انك ربيع المقرب، خبرنا شو شعورك يوم عرفت بالخبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الله يسلمك اول شيء. والله صدمة على الكل، يعني مو بعد علي انا وغيره، جمهور الامارات كله يعني. يوسف محبوب للكل، يعني مو محبوب عندي انا وغيري، محبوب للكل يعني، وقريب للكل، وحبوب مع كل حد يعني. فاعتقد الكل انصدم من الخبر، لكن الحمد لله على كل حال. لقيت وياه قبل الحادث او قبلها بيوم او شيء؟ والله كلمني قبلها بيوم، قال لي وينك موجود يعني في البلاد ولا برا، وخصوصا انا بيتفطر وياي اليوم الثاني. اي نعم. فقلت له انا في الدوام يعني، فقال لي خلاص ان شاء الله. قلت له لا تستعجل وانت طالع، اطلع قبلها عشان بتريح للتمرين، لانك بتروح العين وبترجع دبي مره ثانيه. لكن الحمد لله صار ما صار يعني، وهذا نصيبه يعني. خبرنا عن يوسف وسيراتكم وياياتكم ويا بعض، اكيد انت صديقه القريب. والله يوسف مثل ما قلت لك يعني، ما بزيد ولا بعيد. يوسف الكل يعرفه وحبوب مع كل حد ويكلم كل حد، يعني حتى لو طلعات خاصه فيها يتلاقى مع حد، بالعكس يسولف، حبوب مع كل حد يعني. في البدايه تشكلك بسلامه اخونا يوسف، وخبرنا وطمنا طمن الشارع الرياضي يعني صار. الله يسلمه، الحمد لله مشكورين ما قصرتوا، الحمد لله حالته الحين احسن عن قبل، تتحسن يوم ان شاء الله تتحسن، والحمد لله احسن عن قبل. خبرنا عن شعور العائله وربعه، كيف استقبلوا خبر اصابته والحادث؟ بصراحه استقبلنا خبر حزين، انه طالع بيصير المعسكر، يبي يلحق على المعسكر الساعه 8 بلغ ان يوسف تعرض لحادث تدهور في منطقه شوكه. قمنا الاتصالات نتاكد بالخبر، اتصلنا طوارئ في الذيد، مستشفى الذيد، ما اعرف شو، قالوا ان حاليا يسووا له الاشعه وما اعرف شو، بس في حاله الحمد لله يعني احسن. لين ما صرنا المستشفى كانتنا اوامر من الشيخ محمد بن خالد ما قصر، والشيخ حمدان بن محمد بنقله الى المستشفى راشد. حالته الحمد لله اليوم سووا له 3 عمليات في العين والفتش عنده والكتف، والحمد لله الحمد لله الحمد لله. تم نقله من مستشفى الذيد بوسط طائره عموديه. وسط طائره وهليكوبتر ومرافقه الشيخ محمد بن خالد، كان وياه في نفس اللحظه، وكان موجود ايضا اداري فريق نادي العين ماجد العويس ما قصر، واداره نادي الذيد نشكرهم، ونشكر تلفزيون قناه دبي الرياضيه وابو ظبي الرياضيه وصدى الملاعب والجماهير التي كانت تصل تطمن على يوسف، وانديه نادي الاتحاد وجماهير نادي الاتحاد ونادي العين كذلك كان اتصال منهم، ومشكورين الحمد لله ما قصرتوا.
شيخ كان مرافقنا في الطيارة من نعم الشيخ كان مرافقنا وكان متواجد في الديد، ورافق بنفس الطيارة إلى هنوين، وكان متواجد تقريبا لين الساعة 4 الفجر. ما قصر الحمد لله، ما قصر. الحمد لله على كل شيء، هذا قضاء وقدر، ونتمنى له انه يقوم بالسلامة. هذا أول شيء. أكيد بستقبل الخبر بشيء، أنا استقبلت الخبر وإحنا في التمرين، يعني ما أتوقع، لأن سيف واحد من أولادي، يعني مش بس الحارسي، ولا يمكن من أولادي، أخوي، صديقي، معاه في نادي واحد. بعدين شيء اللي يجبرك على أنك تزعل هذا الزعل، أن سيف من اللعيبة المحترمين، يوسف من اللعيبة المحترمين الطيبين، المواظب، الغيور، اللي الآن بدأ يعني يحفر اسمه في ملاعب كرة القدم باسم كبير، لكن إن شاء الله أنه راح يرجع سيف. زعلانين في الشيء اللي استوى بيوسف، وطبعا إن شاء الله يقوموا بالسلامة إن شاء الله، ويرد لأهله أول شيء، ورد لنا احنا. طبعا يوسف غني عن التعريف، والكل يعرفه، وحارس من يعني روحه طيبة جدا، وإن شاء الله يعني إن شاء الله إنه يقوم لنا بالسلامة. هذا أهم شيء إن شاء الله.